السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكاتشب من الحاجات اللي الأطفال وإحنا الكبار بنحبها جدا، جنب البطاطس المحمرة أو مع البيتزا أو مع السندوتشات أو حتى جنب الفراخ. وعشان كده هعمله معاكم النهاردة في البيت أفضل من المعلب، والنتيجة مبهرة. مش هتصدقي إن انتي اللي عاملاه في البيت، ومش هتبطلي تعمليه من جماله وحلاوته. ومكوناته سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. حلة على النار، وانا هعمل بطرمان صلصة كامل. لو تحبي انتي اعملي نص البطرمان ونصصي المقادير. افضي الصلصة في الحلة واقلبها واسيبها تسخن، واضيف عليها نص كوب سكر واقلب لغاية ما السكر يدوب مع الصلصة. واضيف نص كوب خل واقلب كويس، وبعدين اضيف ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة توم وبصل بودر، ومعلقة صغيرة كاتشب، ونص معلقة صغيرة ملح. واقلب كويس كل المقادير مع بعض واسيبها تغلي وتديني القوام ده. وهيبقى معاكي احلى كاتشب، صدقيني احسن واجمل وانضف من بتاع الشركات، وكمان اقتصادي. شوفي عشان تجيبي الكمية دي من بره هتدفعي كام، وبالذات في الغلا ده. جربيه وان شاء الله يعجبك، وبألف هنا وشفا. ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وادعموني بلايك ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.